بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في كورس جديد. هو عبارة عن مقدمة في البرمجة باستخدام لغة C#. هنتعلم في الكورس ده شوية حاجات، بس مبدئيا حابب أعرفكم بنفسي. أنا أيمن سيد علي، سينيور دوت نت ديفلوبر، خبرة 7 سنوات، ما يقارب من 8 سنوات كفول تايم، غير الشغل الفريلانسنج. الحمد لله اشتغلت في شركات في مصر وبره مصر. في المجمل، احنا إن شاء الله هنمشي في رحلة لذيذة كده في التعلم. هنعرف شوية حاجات عن البرمجة، ازاي تبدأ في البرمجة، ازاي تمشي في البرمجة بطريق ثابت، ما تحسش ان الدنيا صعبة، ما تحسش ان لا انا مش قد المسار ده. لا بالعكس، انا اتوقع ان اي حد عنده شوية علم ملم بشوية بالرياضيات، شوية بالإنجليش، شوية بده عنده شوية تفكير منطقي في دماغه، بيعرف يفكر كويس ويحل مشاكل، هيلاقي إن البرمجة مناسبة ليه جدا إن شاء الله. وعلى المدى الطويل هيلاقي نفسه استفاد من البرمجة، سواء لو ما قدرش إن هو يطبقها كعملي شغل برمجة، هيطبقها في حياته العملية، في حياته العادية. يعني هيفكر إزاي يحل مشاكل، إزاي من خلال التفكير المنطقي، ازاي يقسم المشاكل لمشاكل صغيرة ويبدأ يمشي عليها مشكلة مشكلة، ويبدأ يجمع المشاكل دي ويحلها ورا بعض. فهو ده يعني اللي هنحاول إن احنا نوصل له، إن احنا ازاي نخلي البرمجة تخدم مصلحتنا العامة والخاصة في نفس الوقت.